ابو زيد افضل قدم يسرى في تاريخ مصر. دايما بنشوف في فيديوهات كده ما بين الشباب مع بعض في خلاف على افضل قدم يسرى، ناس يقولوا شيكابالا وناس يقولوا محمد صلاح. يا اخوانا انتوا ما اتفرجتوش على طاهر ابو زيد. ابو زيد هداف كاس العالم للشباب 1981 واخذ الحذاء الفضي في البطوله دي. طاهر ابو زيد هداف كاس افريقيا 1984 وكان ليه اهداف حاسمه في بطوله 86 اللي مصر اخذتها، من ضمنهم هدفه في المغرب اللي اتلعب فاول، كان هدف جميل جدا. طاهر ابو زيد كان مع المنتخب اللي لعب في كاس العالم سنه 1990. طاهر ابو زيد كان افضل لاعب عربي سنه 1987. يا اخوانا طاهر ابو زيد عنده من الامكانيات والمهارات ما يكفي. ابو زيد كان عنده قدره على التسديد المتقن. طاهر ابو زيد كان عنده القدره في المراوغات واحد على واحد بشكل جميل جدا ورائع جدا ومؤثر في الملعب، مش بيرقص كده وخلاص. طاهر ابو زيد كان عنده القدره على ان هو يبقى صانع العاب بشكل احترافي، وكان افضل لاعب يلعب في المكان رقم 10. طاهر ابو زيد حظه بس ان هو ظهر في الفتره اللي كان فيها محمود الخطيب، وكان محمود الخطيب مغطي على كل الناس اعلاميا، لكن طاهر ابو زيد افضل قدم يسرى جت في تاريخ مصر ومحدش يقدر ينكر ده.